اللي هو الحية القديمة إبليس. فأولاد الأفاعي يعني أولاد إبليس، أولاد الشيطان. وفي ناس لما جه يتكلم السيد المسيح من جهة تلاميذه، قال لربنا للآب: الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. فدعي يهوذا ابن الهلاك، مش ابن الله، ابن الهلاك. وفي مرة قالوا ابن الموت على بعض الخطاة. ومرة ربنا قال للذين لا يقبلون التأديب، قيل عنهم في الرسالة إلى العبرانيين: إنهم نغول لا بنون. لا بنون يعني مش أولاد، لأنهم لم يقبلوا التأديب. قال أي ابن لا يؤدبه أبوه. إن كنا لا نقبل التأديب نبقى نغول لا بنين. حاجة تاني عايز أختم بها موضوعي، وهي إن المولودون من الله يحررهم الله، ينالون الحرية، حرية مجد أولاد الله. وقال السيد المسيح، قال: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فالإنسان المستعبد لخطية، المستعبد لشهوة، المستعبد لعادة رديئة، ده لسه في العبودية، لم ينل الحرية في المسيح يسوع. لكنه لو كان ابنا حقيقيا لله يكون حرا حرا، لا تستعبد خطية ولا عادة ولا شهوة ولا أي حاجة. زي القديس أوغسطينوس حينما قال: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. ما فيش شهوة بتستعبده، ما فيش خوف. لذلك الآية اللي موضوعة لهذا اليوم: إذ لم نأخذ روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني. الإنسان المولود من الله لا يخاف، لا يخاف، له القوة وله الحرية وله المعونة الإلهية التي تسنده، فلا يخاف. دي الحكاية دي جربها داود النبي من زمان، فقال لربنا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. زي ابن أبوه شايله وماشي بيه العربيات والموتوسيكلات والحكاية هيصة في المواصلات، وهو لا يخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. بقول لأبوه كده: لأنك أنت معي، شايلني. في سفر النشيد يقول: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبه. يخافش لأنه مستند على ربنا وسط برية العالم. يا ريت نفكر نكون أبناء حقيقيين لربنا وليس لقبا علينا. إن شاء الله أبقى أشوفكم المرة الجاية لما أرجع من السفر. أنا هرجع إن شاء الله يوم 16 فبراير. تصلوا من أجل. اتفضل.